الحمد لله يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. صلى الله عليك في الأولين وفي الآخرين. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك ومن صار على نهجك وتمسك بسنتك إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، من طبيعة أهل مكة قبل الإسلام أنهم كانوا لا يسمحون لأي دين أن يتواجد في مكة يخالف عقيدة الأصنام. بسبب ذلك أعلنوا الحرب الضروسة على الإسلام بمجرد ظهور الإسلام، وأذاقوا المسلمين ألوان العذاب. فصدق الله في القرآن: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. رفع أهل مكة شعارا: لا دين يعلو فوق دين الأصنام. وتجمعوا حول هذا الشعار وتحزبوا، فصاروا على قلب رجل واحد: لا دين يعلو فوق دين الأصنام. السؤال أحبة رسول الله: هل يئس النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الواقع المرير؟ هل أحبط النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه القلوب المتكبرة المتغطرسة؟ هل تشكك النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو لحظة في تحقق نصر الله؟ الجواب على ذلك أحبة رسول الله هو موضوع حديثنا اليوم: الأمل في نصر الله لا يموت في قلب المؤمن. وحديثنا اليوم يتناول عنوانين رئيسيين. العنوان الأول هو عنوان البداية. ألتقط لحضراتكم صورة من صور الظلام والظلم
الذي عاشه المسلمون وكابدوه من قبل أهل مكة. ثم ألتقط لكم عنوانا ثانيا ألتقط من خلاله صورة من صور الأمل في نصر الله مهما كان الظلام ومهما كان الظلم ومهما بلغ الظالمون مبلغهم. فتعالوا معي أحبة رسول الله نبدأ بالعنوان الأول. صورة من صور الظلم والظلام تعامل أهل مكة مع الإسلام ومع المسلمين ومع نبي الإسلام في بداية ظهور الإسلام بعنف شديد، لا تسامح، وبتكذيب عنيد. لم ينجو أحد ممن آمن بالإسلام من التعذيب ومن الأذى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مسه الأذى مسا أليما شديدا. لم ينجو النبي صلى الله عليه وسلم برغم ما له من مكانة خاصة عند نفسه وعند قومه. يقول الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه عن ما حدث من قبل المشركين لرسول الله، قال: ضربوه ضربا شديدا حتى أغمي على رسول الله. فقدموا أحبة رسول. أشر إلي أخي ولا تتكلم، أشر إلي ولا تتكلم، فأنت في خطبة الجمعة. فقدموا أحبة رسول الله. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربا شديدا حتى أغمي وأغشي على رسول الله. فجاء أبو بكر مسرعا يقول لأهل الشرك والظلم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتعجب أهل مكة: من الذي يدافع عن محمد؟ فقالوها في استغراب شديد: من الذي يتكلم؟ فقال العارفون بأبي بكر: إنه أبو بكر المجنون. ضرب وجنون، ضرب واتهامات كانت تطال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولم يقف هذا الموقف الذي حكى عنه أنس وحيدا فريدا، وإنما تكرر الموقف مرة ثانية في أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، ورأيت عدو الله عقبة بن أبي معيط
يتقدم إليه فيأخذ بردائه فيلفه حول عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخنقه خنقا شديدا. ويأتي أيضا أبو بكر فيدفع عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كلمته المعهودة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولم يقف الظلم والظلام عند هذا الحد، فقد تحالفت قبائل قريش، تحالفت قوى الشر والظلم والظلام على مقاطعة المسلمين ومن يعاونهم، مقاطعة اقتصادية ومقاطعة اجتماعية ومقاطعة سياسية، فلا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ولا يحدثوهم. واستمر الحصار الظالم على المسلمين 3 أعوام في شعب أبي طالب بين الجبال، حتى أكل المسلمون الأوائل الجلود وأوراق الشجر، يبحثون في التراب عن قطعة جلد تؤكل، يبحثون عن الأشجار فقد انتهى ثمارها فيأكلون أوراقها. فأغلقت قلوب أهل مكة أمام دعوة الإسلام، وبلغ الظلم والظلام قمته، تحجرت القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كما قال الله في القرآن: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أهل مكة قد يبست وتحجرت وأغلقت غلقا شديدا أمام دعوة التوحيد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة يبحث عن أرض جديدة وعن قلوب جديدة يأوي إليها الإسلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فوجد عندهم ما تركه في مكة، وجد قلوبا متحجرة، وجد قلوبا قد أغلقت عن الإيمان، فاشتد الظلم واشتد الظلام. ثم نبدأ العنوان الثاني: في وسط هذا الظلم وفي وسط هذا الظلام كان نور الأمل يرسل أنواره إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في وسط هذا الظلم والظلام نزلت آيات القرآن بالبشريات تنزع من قلوب المسلمين
الإحباط واليأس، وتزرع في قلوبهم الأمل والوعد بنصر الله على الظلم والظالمين. فنزلت آيات القرآن تبشر المسلمين بهزيمة معسكر الشرك والمشركين والظلم والظالمين. فيقول الله في القرآن: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله جل وعلا يرسل برقيات الأمل في نصره، أن هؤلاء المشركين والظالمين مهما طغوا وبغوا فإنهم مهزومون، كما هزمت الأقوام المكذبة والظالمة من قبل. ثم يأتي القرآن الكريم بآيات تتنزل بعد ذلك تحمل البشرى العظيمة للمسلمين في زمن رسول الله، أن هذا الواقع الأليم سوف يتغير، لن يصمد أمام وعد الله جل وعلا. فيبشر الله المسلمين في زمن رسول الله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. الله يقول لأتباع محمد في زمن النبي محمد: يا أهل الإسلام، هؤلاء الذين أخرجوكم من دياركم، هؤلاء الذين يرفعون راية الظلم والشرك، إنهم مهزومون وإنكم منتصرون. جند ما هنالك، أي هؤلاء الجند الذين يحاربونكم في مكة سوف ينحزمون وسوف تنتصرون عليهم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيرسل البرقية الكاملة الشاملة الوافية بنصر الله، أنكم يا أهل الإسلام ويا أتباع محمد الذين رضيتم بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اعلموا علم اليقين أن هذا الدين سوف ينتصر. نبي الإسلام يقول ذلك أحبة رسول الله في وقت المحنة والبلاء، فيقول لصحابته: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليكتمل نصرة هذا الدين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. نبي الإسلام وعد ليس بفتح مكة كما وعد القرآن، وإنما تجاوز الأمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حدود اليمن، فعبر الجبال والسهول والهضاب حتى وصل إلى أرض اليمن. لم يضرب المثل حتى يسير الراكب من مكة إلى الطائف، لا، وإنما ضرب الأمل بأرض بعيدة بعيدة لا يراها الناس، ويتحقق الأمل أحبة رسول الله.
ويتحقق النصر بعد صراع 21 عاما مع أهل مكة. في العام 8 من الهجرة وفي شهر رمضان يخرج المسلمون من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فيحاصرونها. وسبحان الله أحبة رسول الله، أهل الشرك من أهل مكة حاصروا المدينة قبل ذلك ب3 أعوام ب10,000 مشرك. فلما جاء وعد الله حاصر المسلمون مكة ب10,000 مسلم، العدد نفس العدد، ولكن شتان بين فريقين، بين فريق يرفع راية التوحيد وبين فريق يرفع راية الشرك، بين فريق يرفع راية الظلم وبين فريق يحمل راية العدل. ويدخل المسلمون وتدخل جيوش الإسلام مكة من كل جانب، وفتحت مكة أبوابها للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. دان كل شيء فيها للإسلام، فيعود نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا بعدما خرج منها مضطهدا. يعود نبيكم صلى الله عليه وسلم جحارا بعدما خرج منها سرا. يعود نبيكم إليها نهارا بعدما خرج منها ليل. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ارتفعت راية الإسلام عالية خافقة ترفرف على جوانب مكة، فصارت مكة مباركة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، وانكسرت شوكة الشرك والمشركين، وتحطم الظلم والظالمين، وصدق وعد الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصدق الله جل وعلا في القرآن الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فثق أيها المسلم في وعد الله، ثق أيها المسلم في وعد الله. وهذا ما رأيته في عمرتي أحبة رسول الله، فكنت أنظر أين الأصنام التي كانت تلتف من حول الكعبة، أين دار الندوة التي كان يعقد فيها الاجتماعات لقتل الإسلام ولقتل رسول الله، أين هذه الديار المشركة؟ كل ذلك ذهب أحبة رسول الله، وما بقى إلا راية الإسلام، وما بقى إلا العبادة لله رب العالمين. لا تنقطع ساعة ولا تنقطع دقيقة أنت ترى المسلمين
في بيت الله ما بين راكع وساجد وطائف، ما بين ذاكر وتال للقرآن الكريم ليتحقق وعد الله. فيا أيها المسلم الكريم لا تيأس أمام وعد الله جل وعلا. أسأل المولى تبارك وتعالى لي ولكم أحبة رسول الله أن تكونوا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. غفر الله لي ولكم، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. أما بعد، أيها المسلم الكريم، اعلم علم اليقين، اعلم علم اليقين أن اليأس والإحباط والتشاؤم ليس من صفات المسلمين، وإنما هو من أخلاق الكافرين، لقول الله في القرآن: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم الذي آمن بالله مهما اشتد الظلم، ومهما اشتد الظالمون، ومهما تكبر المتكبرون، ومهما علا المستبدون، فلا يجب أن تيأس، لا يجب أن تميت الأمل في داخل قلبك. فاعلم أيها المسلم أن الباطل مهما قوى ومهما ارتفع فهو إلى زوال، وأن الحق مهما ضعف ومهما انخفض فهو إلى انتصار. ليس هذا الكلام شعارات ألقيها على آذانكم، وإنما هي من عند ربكم. وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. منتهي يتلاشى أحبة رسول الله. فاعلم أيها المسلم أن الدنيا إذا اسودت في وجهك وأغلقت أبواب الفرج أمامك وتعثرت أحوالك فإياك أن تيأس، إياك أن تحبط، إياك أن تتشاءم، وأنت تسمع قول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربك يكررها لك مرتين حتى لا ينقطع الأمل، فإذا جاءك الشك جاءتك الثانية تصوب لك ما حدث في نفسك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكن على أمل بتغير الأحوال، وأن الأيام إذا أغلقت فيها الأبواب فسوف تأتي أيام أخرى تفتح فيها الأبواب. كم من أيام مريرة مرت عليك وجاء بعدها فرج الله، كم من أحوال تأزمت ومرت بك ثم جاء بعدها فرج الله.
فلا تيأس ولا تحبط ولا تتشائم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، استرنا يا ستير، أكرمنا يا كريم، أعزنا يا عزيز، قونا يا قوي، أغننا يا غني. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. إخوة الإسلام، رتبوا قلوبكم بذكر لا إله إلا الله، وصلوا وسلموا على رسول الله، واستغفروا الله، فإن الذنوب قد أثقلت الظهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى الترجمة. ثم تقدموا أحبة رسول الله وتفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. De las peculiaridades de la gente de la Meca antes del Islam, la intolerancia hacia cualquier religión opositora a la idolatría. Por eso llamaron a la guerra contra el Islam y contra los primeros musulmanes. Dijo Subhana, al no respetar ningún compromiso ni obligación de protección con respecto a un creyente, y son ellos precisamente quienes transgreden los límites de lo correcto. Levantaron el lema, no hay otra religión excepto la idolatría. Pregunta, ¿el profeta sallallahu alaihi wasallam se desesperó algún día de la victoria del Islam? Nuestro tema de hoy será la esperanza y el auxilio de Allah. Primer punto, imágenes de la injusticia. Los incrédulos de la Meca trataron el Islam y el profeta sallallahu alaihi wasallam con mucha violencia y tortura indescriptible. Relata Anas que Allah esté complacido con él, pegaron al profeta sallallahu alaihi wasallam hasta perder la conciencia. Se levantó Abu Bakr y empezó a decir, ay de vosotros, ¿vais a matar a un hombre porque diga que ese es mi sustentador? Dijeron, ¿quién es este? Respondieron, el loco de Abu Bakr. Dijo Abdullah ibn Amr, que Allah esté complacido con ellos. He visto a Abdullah ibn Abi Mu'ayyid acercándose del profeta sallallahu alaihi wasallam mientras rezaba y lo estranguló con su vestido. Se le acercó a Abu Bakr y le empujó y dijo, ¿vais a matar a un hombre porque diga Dios es mi sustentador, cuando además os ha traído de vuestro sustentador pruebas claras de esta verdad? Se unieron todas las fuerzas del mar de la parte de los incrédulos para boicotear a los musulmanes y a todos los que les ayudan por el fin de que les entregan el profeta sallallahu alaihi wasallam para matarle. Duró el boicot 3 años y llegaron los musulmanes a comer las hojas de los árboles y la piel de los animales. Los corazones del pueblo de la Meca se cerraron y se endurecieron ante el Islam. Se volvieron como piedras o aún más duros. Dijo Subhana, sin embargo, cuando la desgracia que les habíamos decretado se abatió sobre ellos, no se hicieron humildes, sino que se endurecieron sus corazones, porque Satán hizo trato a sus ojos lo que hacían. Y salió el profeta sallallahu alaihi wasallam fuera de la Meca, buscando tierra nueva y corazones nuevos. Salió hacia Taif y encontró corazones parecidos a los de los incrédulos de la Meca. Segundo punto, imágenes de la esperanza. En medio de esta injusticia, de esta oscuridad, el Corán descendía para quitar la desesperación de los corazones de los musulmanes y sembrar en ellos la esperanza. Entonces llegó la promesa de Allah en el Corán con la derrota de los injustos incrédulos. Dijo Subhana, quienes vivieron antes que ellos tramaron también muchas blasfemias, por lo que Dios acometió justo contra los cimientos de lo que habían construido, y el techo se derrumbó sobre ellos, y les sobrevino el castigo sin que se apercibieran de dónde vino. Y llegó la promesa de Allah con la anunciación de la victoria de la Meca. Dijo Subhana,
pero ahí está, cualquier número de seres humanos, sin importar la fuerza de su coalición, acabarán por sufrir una derrota si llegan a reconocer la verdad. Después de 21 años de conflicto con los incrédulos de la Meca, en Ramadán, en el 8º año lunar, salen los musulmanes de la Medina hacia la Meca y la rodean, ya que hace 3 años antes 10.000 de los incrédulos rodearon la Medina y ahora 10.000 musulmanes rodean la Meca. Mismo número, pero con mucha diferencia. Entonces los musulmanes entran a la Meca, que abrió todas sus puertas al profeta sallallahu alaihi wasallam, y entra en ella victorioso después de salir de ella oprimido. Entró en ella claramente de día, después de salir de ella clandestinamente de noche. Se levantó la bandera del Islam y la gente entra en masa en la religión de Allah. Dijo Subhana: ciertamente hemos de auxiliar en verdad a nuestros enviados y a los que han llegado a creer en esta vida, y en el día en que se pongan en pie todos los testigos. Oh musulmán, has de saber que el pesimismo y la desesperación no son de los modales del musulmán. Dijo Subhana: en verdad, solo las gentes que niegan la verdad pueden desesperar de la vivificante misericordia de Dios. Y has de saber que la falsidad, aunque domina un tiempo, desvanece, y la verdad, aunque se debilita en un tiempo, vence. Dijo Subhana: y di: ahora ha llegado la verdad y la falsidad se ha desvanecido, pues ciertamente la falsidad está abocada a desvanecerse. Wassalamu alaikum.